السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد في مطبخ الحادقات. اليوم إن شاء الله غنصوب معكم واحد البسبوسة كتجي لذيذة بزاف بالماندارين. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو ليها، خديت هنايا 2 ديال البيضات، كنزيد عليهم 4 كاس ديال الزيت، كاس إلا ربع ديال الماء، نصف كاس ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه ما كنكثروش بزاف، ولا ممكن ديروا غير ربع كاس لان مازال غنسقيوها بالسيرو باش ما تجيناش حلوه بزاف. عندي هنايا 2 ديال الماندارينات اللي غسلتهم مزيان بواحد الشيته اللي كتكون خاصه بالمطبخ، نشفتهم بواحد الزويف. كناخذوا واحد الموس وكنحيدوا اليوم هاد العود هذا اللي كيكون في هاد الجهه هذه، كنحيدوا هاد النباته ديالها على هاد الشكل. صافي انا غنستعملها بالقشره ديالها. ليمونه وحده غنستعملها بالقشره والاخرى غنحيد ليها القشره. هانتوما تبعوا معايا. كناخذ واحد الموس وكنشوف الا عندي شي عظم كنحيدو من هاد الماندارين هذا، لان العظم اللي كيكون فيه هو اللي كيجيب لينا الحاجه، كيمرر لينا الحاجه. انا هاد الليمون هذا راه ما فيش العظم، غير بغيت نوريكم. صافي كنقطعوها طريفات صغار على هذا الشكل باش كتطحن لينا. بالنسبه لهاد الليمونه هذه كيف ما قلت لكم الثانيه غنحتفظ بالقشره ديالها وغنستعمل غير الليمونه. القشره ديالها هي اللي غنصوب بها السيرو اللي غنسقي به هاد البسبوسه هذه. دائما كنحيدوا داك العويد اللي كيكون في الجنب وكنحيدوا حتى هي منها العظومه اللي كيكونوا فيها. كنقطعوها حتى هي طريفات صغار. كنزيدوها على الخليط ديال البيض وديال الزيت. كيف ما شفتوا انا درت المكونات كلهم في هذا الكاس ديال الميكسور لانني غنطحنهم. ضروري انكم تطحنوهم مزيان حتى كتحصلوا. كنزيد واحد القبيصه ديال الملح حتى كتحصلوا على عصير. بالنسبه لهاد القشره هذه اللي قلت لكم غنحتفظ بها حتى نحضر بها السيرو. كنخلطو مزيان بهذا الميكسور هذا، ولا كتستعملوا نتوما غير الطحانه الكهربائيه العاديه. غير اللي مهم انكم تطحنوا مزيان، ما يبقاوش عندنا دوك الطريفات ديال الليمون باينين. كنخلطو مزيان. كنزيد 2 الكيسان ديال السميده رقيقه اللي كنصوبوا بها البغرير. الكاس اللي كنعبروا به الكاس ديال العنبه. كنزيد 2 ديال الخمارات، المجموع ديالهم 14 غرام. صافي وكنطحنوا هاد المكونات كلهم في مره واحده. هاد البسبوسه هذه ما نقولش لكم راه كتجي لذيذه بزاف، خصوصا دابا الوقيته ديال الماندارين. علاش لا ما تحضروش بحال هاد البسبوسات اللي كيكونوا على هاد الشكل. صافي كناخذوا واحد المول ديال الزاج اللي كيكون القطر ديالو عفوا الطول ديالو تقريبا عندي فيه 30 سنتيم، وبالنسبه للعرض ديالو فيه واحد 23 سنتيم. انا درتها في هذا المول هذا لانني البسبوسه ما كتكونش عاليه، كتكون ما كتكونش عاليه بزاف. الا بغيتوها تجيكم عاليه بزاف كديروها في مول صغر من هذا وكندخلوها للفران اللي كنشعلوه كيكون سخون من قبل. كنشعلو عليها غير من التحت وكنخليوها حتى كطيب على درجه حراره 180 تقريبا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، وكنخرجوها. هنايا كيف ما سبق لي وقلت لكم القشره اللي بقات عندي ديال الليمون قطعتها، ديال الليمونه وحده قطعتها بشكل طولي. درت معها كاس ديال الماء وكاس الا ربع ديال السنيده وخليتهم تبخوا تقريبا واحد 5 دقائق حتى كنحصلوا على سيرو منسم بهاد القشره ديال الليمون. وكنبداو كنسقيو بهاد البسبوسه هذه بهذا الشكل هذا. ما نقولش لكم راه كتجي صراحه لذيذه بزاف، وواحد الريحه طالعه ديال ريحه الماندارين. ما نقولش لكم صراحه كتجي ممتازه. صافي الا عندكم شويه ديال الكوك كتزينوها به، عندكم شويه ديال المهم شويه البيستاش ولا اللي متوفر عندكم كتزينوها به. انا خديت غير دوك القشور اللي درت بهم السيرو هما اللي زينتها بهم على هذا الشكل. وكنقطعوها. يستحسن انكم تخليوها حتى كتبرد، لان ملي كتكون سخونه شويه ما
كتفتت ليكم. الا خليتوها حتى بردات راه كتجي شاده في راسها. ها نتوما شفتوا كيفاش كتجي لذيذه بزاف. نوجدوها للفطور ولا الضياف اللي كيجيو عندنا ولا الكوتي، شي حاجه اللي لذيذه وبالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الا عجبكم كيف العاده ما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع العائله ومع الاصدقاء. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بالقناه، الناس اللي يلاه دخلوا عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وبالصحه والراحه.